سمكه كمان معانا بالفله. اللهم صل على النبي. شغل الفله برده يا جماعه حلو مسلك. صلاه على النبي رجاله، شراغيش الفله رجاله على الجدران. صلاه على الصلاه. برده شراغيش متوسطه كده ايه، نخلوا نفسنا شويه لحد ما نحس بالزياده تيجي عشان نشتغلوا في المزارع. يبقى احنا وريناك شغل الفله على الجدران. اللهم صل على النبي. واحد من المزارع اهو. العب يا ماجد، احلى مسا ماجد اهو يا جدعان. السلام عليكم اخواتنا الصيادين اللي تملي مني ومن القلب قريبين. احلى 100 مسا عليكم يا رجاله. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده الجمعه 1/9/2023. طبعا يا جماعه بتاسف عن طول الفتره اللي فاتت غياب طويل، وده لان البحر كان عدل واغلب الصيد كان شغل ليل على الشراغيش برضه في المزانق ولكن بالكابوريا، والتصوير بالليل بيبقى يا جماعه مش باين وكده، فما برضاش انزل فيديوهات بالليل. وانما البحر العدل طول الصيف بالليل السمك ماسك النطاط والكابوريا في المزانق وفي الفله على الجدران. النهارده جيت كده عشان انتوا وحشتوني، قلت اطلع لكم فيديو جديد في لسان القلعه الجديد. فقلت النهارده اعمل فيديو بالنهار على الشراغيش. حاله البحر زي ما حضرتك شايف كده، ريح بحري جاي من الشرق، سرعه من 25 ل 20، فيها هبات تعدي 25 توصل ل 30، السرعه الثابته 20. حاله البحر بحر ميه شغاله منوره بس مش جامد قوي، بس الميه يعني ايه منوره. هنشتغلوا بالبكاريتي زي ما بنشوف القرمه وطريقه القرمه انتوا عارفينها عشان تبقوا في صندوق الوصف، ونشوفوا الطعم اللي معانا وتوكلنا على الله. طبعا اخواتي وحبايبي عاملين النهارده بوستين، بوسه بالفل للناس اللي طلبت مني الفل على شغل الجدران على الشراغيش، الناس اللي هي ممكن ما بتعرفش تتنطط على الصلبان وترمي في المزانق. فعملنا النهارده البوسه 6 متر النبوله، 6 تشتغل والسبعه تشتغل. فله زي ما انت شايف كده وزنتها اهي حوالي متر ونص 2 متر، شعر فوق 25 تحت 20 بنخفوا الشعر خالص. طبعا سنار رقم 5 امين. طبعا شغل المزانق البوسه الثانيه عاملينها شعر فوق 50 تحت 40 بلحه رقم 2، سنار رقم 3 امين او رقم 3 المستاد، المهم سنار كبير بالحجم ده. والبوسه طبعا 6 متر برضه. وهنحاول النهارده ان شاء الله نركز على الفله شويه. سمك الفله يا جماعه بيبقى سمك متوسط مش كبير قوي، بس بيبقى مسلي يعني تاخد لك طبق. وهنحاول نركزوا على الفله النهارده ونجيب لكم لقطات مباشره ان شاء الله، وربنا يقدم ما فيه الخير ان شاء الله. ويلا بينا كده نجيب لكم حاجه عن مباشر على طول بالفله الاول. وطبعا يا جماعه معلومه، شغل الفله ينفع في الميات النقص، لما الميه تبقى عامله نقص اللي هو الجزر. في الزياده الشراغيش بتاكل في المزانق بالبوصه اللي هي بالبلحه يعني. اما لما تبقى الميه عامله نقص جزر مفيش زياده تشتغل بالفله يكون افضل. طبعا دلوقتي شغالين على الجدران بالفله، ده الشغل اللي بيشتغل بالليل في البحور الصغيره على الجدران. مش عارف بقى الفله باينه ولا لا، المهم ان انت بترمي على حروف الصلبان اللي هي طالعه من وش البحر. وان شاء الله ايه خدت كام كحلايه كده وان شاء الله نجيبوا حاجه على مباشر اهو يا جماعه. بصوا الصلاه على النبي اهو، صلاه على النبي حاجه محترمه اهي، صلاه على النبي اهو. برضه كحله يا جماعه او شرغوش، احجام متوسطه كده، حاجات حلوه يعني. صلاه على النبي بالفله، بالفله على الجدران. ده مشور رفيع ماشي شغال برضه كفافي كده حلو اهو. اتلقط كده سمكتين عشان الميه عامله نقص، لحد ما البحر يعمل زياده هنشتغلوا في المزانق تاني. خليك معايا. الصلاه على النبي رجاله، شراغيش الفله رجاله على الجدران. الصلاه على الصلاه. برضه شراغيش متوسطه كده ايه، نسلوا نفسنا شويه لحد ما نحس في الزياده تيجي عشان نشتغلوا في المزانق. يبقى احنا وريناك شغل الفله على الجدران، ووريناك شغل المزانق اللي انت عارفه وبتتفرج عليه بقالك سنين. شرغوش برضه يا جماعه كده بتاع الربع حلو. والصلاه على النبي اهو يا جماعه. اللهم صل على النبي، الله اكبر يا جدعان اهو. خليك معايا واللي جاي احلى واكبر. يا رب يكون السمك باين في الكاميرا، دي اهم حاجه. خليك معايا، لسه حتى الان شغالين بالفله. خليك معايا. سمكه كمان معانا بالفله. اللهم صل على النبي. شغل الفله برضه يا جماعه حلو مسلي، بتاخد احكام ايه، جناشير رفيعه بعد سمكه ربع، وتخش عليك بعد سمكه فوق الربع، يعني بتتسلى كده عشان دي حسه نقص زي ما انا قلت. وخليك معايا واللي جاي احلى واكبر بعونك يا رب. يلا بينا. طبعا البوصه طبعا زي ما شرحت، البوصه 6 متر، شعر فوق 25
تحت 20 عشان الميه فاتحه، واهم حاجه يبقى العده خفيفه وشعرها متينه. الطعم اللي اشتغل بشغل الجدران بالفله، العقد، الجمبري، النطاط، الكابوريا والبقاليبس. بس عشان الميه صغيره والميه عامله نقص هنشتغل بالعقر والنطاط. طعمنا كده اهوت وهنرمي واحده على المباشر واحنا مع بعض. الشغل بيبقى على الغطس، الفله تغطس تبتدي ايه ترد بالراحه. ويلا بينا سموا الله ونتوكلوا على الله واحده على المباشر. عشان وقت طبعا وقفات صعبه يا جماعه، اي حد يقف على الصومالي خلي باله. طبعا جناشير رفيعه بتاخد بقى المقاسات دي واكبر شويه واصغر شويه لحد ما حصه الزياده تيجي ونشتغلوا على السمك بتاعنا الزياده اللي انت اتفرجت عليه وعارفه. وخليك معايا واللي جاي احلى واكبر باذنك يا رب. واحلى مسا على ابو حسن الراجل اللي شرفني النهارده فوق دماغي من فوق. الراجل ده من الشخصيات المحترمه اللي انا بعتز بيها، هو اللي بيصورنا يا جماعه، شخصيه من الشخصيات المحترمه فعلا. واتشرفت بيك والله يا ابو حسن. خليك معايا واللي جاي احسن واكبر بعونك يا رب. اللهم صل على النبي. واحد من المزاني اهو. العب يا ماجد، احلى مسا ماجد اهو يا جدعان. الميه ابتدت تعمل زياده كده، السمك ابتدى ابتدى يظهر علينا كده اهو. برضه سمك متوسط مش اللي هو قوي يعني ايه، سمك حلو يعني بالصلاه على النبي كده ايه. بعد ما اصطادنا بالفله طبعا اشتغلنا في المزاني. اللهم صل على النبي. برضه السمك اللي هو المتوسط ده حبيبه مجوده. العب يا ماجد. واحد من المزانق برضه اهو. بعد ما اشتغلنا بالفله قلنا نرمي رميتين كده في المزانق لما الميه ابتدت تعمل زياده. اللهم صل على النبي يا جدعان. طبعا سمك المزانق اكبر واخشن من سمك الفله، بس عشان احنا ما نصيعوش من المزانق فاشتغلنا بالفله زي ما حضرتك شفت في الفيديو. خليك معايا واللي جاي احلى واكبر بعونك يا رب. اخواتنا الصيادين الله كريم، الحمد لله رب العالمين. كده خلصنا صيد النهارده الجمعه 1/9/2023. حاولت اركز على الفله شويه للناس اللي كانت عايزه تعرف فيديو الشراغيش، اللي طلبت مني فيديو شراغيش بالفله، فحاولت النهارده اركز. الفله يا جماعه حلاوتها ان انت بتنوع كحله، جناشير، بعض شرغوش كبير للناس اللي ما بتعرفش تتنطط وعايز تقف في مكان مثلا وترمي قدام منها. بربع عقر هتصطادوا بالفله وهتشتغل وهتاخد سمك وربنا هيرضيك. برضه يا جماعه الحمد لله رب العالمين، ربنا برضه رضانا ما نروحوش فاضيين. خدنا سمكتين. حاولت اركز لك على شغل الفله. الكحله اللي قدام سيادتك ديت كلها بالفله، كحله كبيره يا جماعه مش صغيره، يعني في كحله متصلحه زي ما حضرتك شايف كده، اتمنى تكون واضحه في الفيديو. كحله محترمه. شراغيش برضو في بعض شرغوش كبير، وفي جناشير اللي خدناها بالفله زي ما انت شفت. يعني حاولت على قدر الامكان اوصل لك معلومه، يا رب تكون المعلومه وصلت بقدر الامكان. طبعا اشتغلنا بالعقر وبالنطاط بالفله، خدنا سمك وضيعنا سمك بالفله، كبير على صغير، من ده على مرنده زي ما احنا بنقول. وخدنا برضو شرغوش من مزانق، بس النهارده حاولت اركز لك اكتر على الفله. اتمنى اكون فدتك في الفيديو ده ولو بمعلومه. اخوك حمو خالد صياد مغامر. اتشرفت النهارده بابو حسن اخويا وحبيبي، والله اتشرفت بيك يا ابو حسن، من الناس المحترمه. وانتظرونا في فيديوهات جايه كتير. اخوك حمو خالد صياد مغامر، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.